أحد أحد، أحد أحد، رددوا معي أحد أحد. بلال كان أقوى من عمر وهو يعلن إسلامه، فرضي الله عن بلال ورضي الله عن عمر. يا أحفاد بلال، تعالوا بنا إلى شق آخر وبه نختم. يا أحفاد بلال، حافظوا على أرضكم، حافظوا على أرضكم، وحافظوا على من ولاه الله عليكم. حافظوا على أرضكم وحافظوا على من ولاه الله عليكم. سيادة الدكتور آبي أحمد صانع مجد إثيوبيا، حياك الله بالسلام يا رجل السلام. أيها المسلمون في إثيوبيا، أيها المسلمون في إثيوبيا، والله إنكم لتحسدون على هذا الرئيس الموفق. أمثاله قليلون، فتح الباب أمامكم لتحيوا حياة المسلمين في عزة وشرف، فحافظوا عليه ولا تفرطوا فيه. هذا الذي أتاح لهذه الجماهير أن تجتمع وتلهج بذكر الله وتعلي ذكر الله، فيه الخير وهو مصدر أمن وأمان لكم. أنا زرت الحبشة قبل 3 سنوات. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. من دولة إثيوبيا المتسابقة قمرية وليد، وتقرأ برواية حفص عن عاصم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأي من قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أعد. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. حسبك. السؤال الأخير، اقرأي من قوله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. حسبك وبارك الله فيك. ربما